السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الزلابيه بطريقه سهله وحلوه جدا. عيني نص كيلو دقيق، معلقه كبيره خميره ممسوحه، ومعلقتين نشا. تمام. ومعايا هنا معلقتين سكر كبار، وذره الملح. ذره الملح دي مهمه جدا لاي حاجه بتتعمل. سنة عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لازم نحطها في اي حاجه تتعمل من الاكل. صلوا عليه. هنقلب بقى كده كل المكونات تتجف مع بعض، وننزل بالدقيق تدريجيا. ما اقدرش اقول النسبه قد ايه عشان خاطر كل دقيق وليه نسبه السوائل بتاعته الخاصه. هنزل كده بالدقيق حبه حبه، تزيد محبه، ونلم الدقيق كده اللي في الجناب ونقلب. طريقة التخمير بقى بتبقى عبارة عن ايه؟ بنسيبها في مكان دافي لمدة نص ساعة. لو احنا في الشتاء نسيبها ساعة، في الصيف ربع ساعة بالكتير قوي. لو في الشتاء ومستعجل عليها في الجو اللي احنا فيه كده ومستعجل عليها، ممكن تدفي الفرن حبة وتروح حطها فيه، مش تاخد معاكي غير ربع ساعة على طول. ده السمك بتاع العجينة بتاعنا. يبقى بالسمك كده بنفضل نقلب كده بالطريقة دي كده جامد عشان نعمل ايه العجينة بتاعتنا. بصي السمك بتاعنا عامل ازاي. بس كده احنا كده وصلنا لايه للسمك المطلوب. هغطيها. بص اتقل من كيكه من العجينه بتاعت الكيكه. هنا بعد ما اتخمرت بالقوام ده، بص انا بقى ايه، معايا المعلقه المعياريه نبلها بالزيت ونحط في الدقيق. انا هنا مسرعه الطريقه عشان خاطر هعمل لكم طريقه تانية للتعامل بالزلابيه، طريقه آلية تانية. ونقلب هنا. بص انا مطلعه هنا جنبي، اما بالمعلقه كده وبايدك وتضغطي وتحطي كده بنفس الطريقه كده اللي انتوا شايفينها دي، ونقلب. الزلابيه بتتعمل على مرتين، ودي هنا بتبقى سريعه عشان خاطر هي ما تاخدش لون مننا. بس اول ما لونها كده بيصفر بتتشال على طول. الزلابيه ما ينفعش تتعمل على مره واحده. بس كده. طبعا لازم في الزلابيه يطلع اشكال دباديب، دي وارد في اي زلابيه. بس نوعا ما نحاول نظبط ايدينا فيها كده ونطلعها. نعمل كل كمياتنا نحطها. ودي بقى ممكن تعمل على الاكل. بص لما بتبرد عشان ما تتخضيش بتهبط كلها على بعض، ما تتخضيش من شكلها. لما مسافه ما بتنزل في الزيت تاني بترجع تتكور وبتظبط الايه الكره بتاعتها. دي ممكن تعملي الكميه كلها وتعملي على قد ايه ما حد هياكل كده، ان الزبادي دي بتاكلش غير سخن. تيجي كده حد ياكلها تروحي محمره ايه الحبه على قد اللي هياكل. بصي مسافه ما بتنزل، بصي هتاخدوا بالكم انها هتبتدي تنفش تاني ويرجع شكلها ايه يتعمل. ايدك بقى كده فيها على طول تقعدي تقلبي عشان كله تاخد لون واحد. نقلب. الشربات بقى بتاع الزلابيه بيبقى شربات تقيل، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ايه ميه، زي ما انتم شايفين كده. متنسوش تعملوا الاشتراك وسبسكرايب، حطوا لايك. حط بقى هنا نقعد نقلب ايدينا كده برضو. النار ما تبقاش عاليه قوي عشان ما تتحرقش بسرعه. احنا عايزينها تبقى مقرمشه من بره الطريه من قلبها طري. بص لو تاخدوا بالكم من اللي في الطاسه وعن اللي في الجنب. اللي في الجنب بص مبطن، ساعه ما نزل بص بتتكور معايا بسرعه كده. نبدا نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الايه المطلوب ده الذهبي ده. بعد كده نطلعها على مصفى كده ايه عشان تصفي كل زيت الزياده اللي فيها. هنحطها في الشربات او اي صوص انتوا بتحبوه، شربات سكر بودره. بس احنا بنحبها بالسكر البودره، عشان كده انا ما عملتلكوش الشربات. بس هنزل لكم طريقه الشربات التقيل والخفيف. بصي كل كميه، بصي البطاطا ازاي. معلش. ونقلب. بس خلاص هنا بقى كل ايه الكميه بتاعتي اللي انا عاملاها. بص عامله ازاي. بص هنا بقى عندي حبه بالسكر، وهنا ده صوص كراميل هبقى انزل لكم طريقته زي بره بالظبط. عايزه لكم جميله جدا. والقرمشه سمعوا كده صوت القرمشه بتاعتها. بصوا عامله ازاي، اسمعوا معايا. بس تحفه جدا. بصوا طريه من جوه. يلا يا رب تعجبكم. باي باي.